فاصل عن المونديال بعنوان اللي خايف يروح عشان الاهلي بيطوح. الاهلي بيفوز في المباراة رقم 6 في الدوري، الفوز السادس على التوالي قدام الاتحاد السكندري علشان يبقى في المركز الاول زي ما هو ب 18 نقطة. عايزين كده نتكلم عن الماتش بصورة مختصرة وعن اهم الحاجات اللي كانت في الماتش ونذكر حاجات يعني بسيطة كده. اولهم اللي لازم نذكره هو كولر في العشر مباريات اللي هو لعبهم اجمالي مع الاهلي، بدايه من المباراه الاولى بتاعه الاتحاد المنستيري مرورا بكل المباريات اللي هو لعبها. من الحاجات اللي بانت في الطريقه بتاع كولر ومن الحاجات ديت المهمه جدا هو موضوع الضغط العالي اللي كولر بيحاول يعمله، موضوع ان المحاولات على المرمى تبقى كتير. ديت حاجه نبعه او هو بيعملها ليه؟ اول حاجه السكواد اللي مع كولر، يعني مع احترامي لكل اللعيبه اللي موجوده في الاهلي، انما في لعيبه كتير في الاهلي ما تستحقش ان هي تكون موجوده، او لعيبه اللي هو محتاجه ان هي تطور من نفسها بصوره اكبر من كده. فالفكره ان انت بتعوض دوت عن طريق ان انت بتكثف المحاولات بتاعتك اذا كان على الجانب الهجومي، وان انت بتحاول دايما انت تبقى ضغط عالي على الفرق اللي انت بتلعب قصادها علشان ما تسيب لهمش مساحات ان هم يخرجوا بالكوره. بدايه من اول مباراه بتاعه الاتحاد المنستيري مرورا بكل المباريات ديت كولر شغال كويس جدا على الحته ديت، موضوع الضغط العالي من اللي هو الحته اللي قدام. ولو تاخد بالك في بدايه كل مباراه بنبقى ضغط عالي كبير جدا، وبنبقى في نفس الوقت بنعمل محاولات في الشوط الاول كتيره جدا، بدايه طبعا تاني من المنستيري لغايه كل المباريات اللي احنا لعبناها. فالفكره ان انت بالطريقه بتاعتك ديت وموضوع الضغط العالي بتعوض شويه ان انت ما عندكش اللي هو اللعيبه اللي تخلص لك بسرعه، اللعيبه اللي هي تعمل الناتج بتاعها بصوره كويسه. تمام، ديت حاجه احنا متفقين عليها. فكولر بيعوضه عن طريق الضغط العالي اللي بنشوفه في كل المباريات، وشفناه النهارده في مباراه الاتحاد، وشفناه تحديدا في مباراه المحله اللي فاتت. مظبوط كده، يبقى كولر شغال صح، بيعمل اللي المفروض يتعمل. بدايه كولر بتفكرني بالظبط ببدايه فايلر، برضو فايلر كان بادئ كده، بس الفكره ان مع فايلر كان في اداء ومع كولر بنحاول يبقى في اداء، والاداء لغايه دلوقتي معظم يعني اللي هو الاداء اللي بيتقدم جمهور الاهلي راضي بيه. بتتكلم انت دلوقتي اقوى هجوم في الدوري مسجل 20 هدف، وتاني اقوى دفاع في الدوري بعد فريق فيوتشر، لان فيوتشر مستقبل هدف واحد بس. كولر من الحاجات اللي باينه عنده ان هو شغال فعلا في التدريبات كويس، فبتشوف دوت في ارضيه الملعب. اول حاجه انت لازم انت من الحاجات كمان اللي بتميز كولر هو موضوع الروتيشن اللي هو كان عامله. من الحاجات كمان اللي بتميز كولر موضوع الروتيشن اللي عامله بين اللعيبه. انت كده كده هتضغط دلوقتي، احنا لسه في البدايه وبنقول يا هادي والمطوشه ماشيه ايه بالراحه وفي فرق وعمالين نقعد شويه ونرجع شويه وكده. فانت الفكره ان كولر بيطبق موضوع الروتيشن من دلوقتي، فده بيديك اريحيه ان الراجل هيطبقه فيما بعد. ده رقم واحد. رقم اتنين في نفس الموضوع اللي هو بتاع الروتيشن اللي هو بيعمله دوت بيخليه ان هو بيشوف لعيبه تانية، وموضوع الاجهاد عندك بيبتدي ان هو يقل. الفكره ان انت كان عندك مع موسيماني كان معتمد اللي هو فيه 11 اساسيين هم اللي بيلعبوا، ما كانش بيلعب اي حد تاني. حتى بعد ما موسيماني مشي عرفنا وسمعنا الاخبار وكده ان كان دايما موسيماني لما بيجي يعمل التدريبات دايما بيدرب 11 معينين بس مع بعض، اللي هو الفرقه الاساسيه مع بعض مع الثلاث تبديلات، والباقي اللي هم بيبقى لهم تدريبات لوحدهم. فالفكره ان انت لما تشوف واحد زي كريم فؤاد متوظف في الحته ديت، وبعد ما لعبوا اول مباراه بتاعه الاسماعيلي ساعه لما نزل في الحته ديت واتكلم عليها كولر ساعتها، قال لك انا شفت ان كريم فؤاد مميز في الحته ديت عكس الباك اليمين اللي هو مركزه الاساسي. فانا شفت ان الاسماعيلي في الحته ديت عنده مشكله، فدفعت بكريم فؤاد وجاب بثمارها زي ما دفع بيه في ماتش الزمالك وزي ما دفع بيه في مباراه الداخليه في الحته ديت. وخلاص بقينا نشوف كريم فؤاد متعودين احنا نشوفه في الحته ديت. عندك بيرسي تاو، هو باين في التدريبات عنده ان بيرسي تاو هو ما كان شافه قبل كده، فالفكره ان هو شايف ان بيرسي تاو ينفع في مركز المهاجم عن المركز اللي هو اصلا بيرسي تاو كان جاي عشانه في الاول اللي هو كجناح. فالفكره ان انت بيرسي تاو لما لعب في الماتش اللي فات اثبت في الحته ديت من خلال التحركات بتاعته وكده، ففي ماتش النهارده بيبدا بيه برده. انت الفكره ان انت كان عندك قلبين الدفاع اللي منهم محمود علاء بتوع الاتحاد الاثنين كبار، وانت عندك محمد شريف مش بيجيد اللعب بدماغه، وعندك في نفس الوقت شادي حسين بيجيد اللعب بدماغه، بس في كده اللي هو تحس ان كولر معتمد على شادي حسين اكتر في مركز الجناح. حتى لما نزل ما كانش هو راس الحربة الصريح، وكان دايما شادي حسين بينزل لتحت في نص الملعب بيرجع تحت للدفاع، وكان اغلب الوقت موجود في مركز الجناح. فالفكره ان هو في ماتش النهارده قال لك انا لو نزلت محمد شريف لو نزلت شادي حسين في المباراه ديت واعتمدت ان انا ارفع عرضيات، معظم العرضيات هتتاخد من محمود علاء والمدافع الثاني، ولو ما اتاخدتش فالفكره ان اللعيبه اللي عندي مش بتجيد قوي العاب الراس، فحط واحد زي بيرستاو
مستوى من اهم المميزات اللي عنده الضغط اللي بيعمله، وان هو دايما بيجري كويس ورا الخطوط. فانت زي ما شفت في مباراه المحله والجري اللي هو عمله ان هو بياخد الكره منهم، برده النهارده في مباراه الاتحاد عمل كده، وكان سبب كبير جدا في خطوره للاهلي في الشوط الاول وفي الشوط الثاني. فكولر كشغال، كولر شغال على حسب الجوده اللي معاه، شغال على اللعيبه اللي معاه، وبنشوف الناتج بتاعه في الملعب. الفكره بقى معايا هتبقى في الفتره الجايه، الفكره معايا في الاصابات اللي بتحصل. انت النهارده تو اتصاب، كان عندك محمود متولي اتصاب، ما تعرفش الاصابات ديت هتفضل مستمره معاك لغايه فين. فالفكره ان انا معايا هتكون في ان جوده اللعيبه مش اللي هي الجوده الفظيعه. الاهلي ما زال ان هو محتاج لعيبه تانية بتخلص بسرعه. انت النهارده علي معلول بيوصل ان هو يبقى صاحب اعلى معدل مساهمه تهديفيه، اللي هو صنع اهداف للاهلي على مدار تاريخه في 5 سنين بس. في نفس الوقت دوت انت عندك اصلا معلول بتعاني انت في الخمس سنين دولت ان انت ما عندكش مهاجم يتقال عليه مهاجم. انت عندك يعني قد اللي معلول صنعه، فمعلول صنع ازيد منه. بس الفكره ان المهاجم اللي كان عندك واللعيبه اللي كانت في الخط الهجومي كانت دايما بتضيع وما كانتش بتعمل اللي هو الثمار بتاع المجهود بتاع علي معلول. فانت الفكره ان انت محتاج عندك تدعيمات على الجانب الهجومي في الفتره بتاعت يناير، خصوصا ان انت داخل على المفروض دوري ابطال افريقيا، هتدخل بقى في المعمعه كلها، هيبدا الضغط، هتبدا في الدوري المصري ترجع تضغط تاني وتلعب مباراه كل 3 ايام. فالفكره ان الفتره الجايه فترة يناير الأهلي محتاج تدعيمات. بالنسبة لبرونو سافيو دوت انا اتكلمت عليه من قبل ما يجي الاهلي، من ساعه ما شفنا الفيديوهات وقلنا مفيش حكم على اي لاعب غير لما نشوفه في ارضيه الملعب. لما نشوف ارضيه الملعب هنحكم، يا ما شفنا لعيبه ويا ما شفنا فيديوهات وفي الاخر بتطلع الموضوع بلح. فالفكره ان انت كمان بتستنى اللاعب مره واثنين وثلاثه. حكمي على برونو سافيو مش اللي هو الحكم النهائي او مش اللي هو الحاجه النهائيه او اللي انا هقوله دوت، دي مجرد وجهه نظر انا من خلال اللي انا بشوفه. وبرده دوت مش اللي هو الحاجه اللي تدل اللاعب لسه. الموضوع مع اي لاعب كوره ان انت بتستنى منه استمراريه. الاستمراريه هي السر بتاع لاعب الكوره. في لعيبه بتطلع موسم وما بتكملش، في لعيبه بتطلع كام ماتش وما بتكملش. فالفكره معايا مع اي لاعب هتكون في الاستمراريه. فبرونو سافيو مش حكم نهائي، بس الفكره ان هو وجوده في الملعب، انا بشوف ان هو وجوده على المركز الجناح، اذا كان جناح يمين او جناح شمال، وتحديدا الجناح اليمين اللي هو مكان طاهر ومكان عبد القادر وكهربا وكده. الفكره في الحته ديت بيكون برونو ليه تأثير، بيعرف يلعب، اللي هو يعرف يستلم الكوره، تحركاته بتكون كويسه على مركز الجناح، الكوره ما بتقعدش في رجله كتير. عكس لما برونو بيكون موجود في مركز صانع الالعاب، ما بشوفش برونو بيعمل المجهود اللي احنا مستنيينه منه، ما بشوفوش اللي هو جيد في حكايه صناعه اللعب. ولما بيستلم الكوره بياخد وقت كبير عقبال ما بيوديها، اللي هو الموضوع بطيء. انا ما هوجتش مع الهوجه اللي هي بتاعه برونو سافيو ساعه لما جاب الجون في الزمالك، لان هو في ماتش الزمالك ما عملش حاجات كتير قوي. هو في الشوط الاول كانت تحركاته كويسه وفي الشوط الاول احرز الهدف، انما في بقيه المباراه برونو سافيو ما كانش موجود، بس قلنا عادي واول قمه وكده. انما في مباريات كتير برونو سافيو وجوده في المباراه ما بتحس ان انت ما بتشوفوش في المباراه قوي. حتى مثلا في لعيبه اللي هو بيبقى تحركاتها في ارضيه الملعب هي الناتج بتاعها، هي اللي انت عايزه، حتى لو هو انت مش هتشوف الكرة في رجله، بس تحركاته بتخلق مساحات. يعني مثلا شادي حسين النهارده نزل بكذا مره بالمدافع اللي هو الباك اليمين بتاع فريق الاتحاد، خلق مساحه لعلي معلول، كانت مره او مرتين. في كذا مره شادي حسين كان بينزل يسحب لعيبه بتخلق مساحات للعيبه تانية. فالفكره ان انت عندك كبرونو سافيو هو مثلا بيقوم بالدور دوت وبيقوم بالدور بطريقه كويسه، تمام. انما انت ما بتشوفش برونو سافيو بالمنظر اللي انت عايز تشوف بيه برونو سافيو والضجه اللي حصلت عليه. انا اتمنى ان هو الفتره الجايه نشوف شكل لبرونو سافيو، واتمنى ان هو يلعب على مركز الجناح. بس هي ديت الفكره كلها. وجود كهربا الفتره الجايه هيفرق معانا، بس التدعيمات لابد منها. عايزين نشوف المراكز اللي احنا محتاجين فيها لعيبه، لان الفكره ان انت زي ما قلنا داخل على موقعات كبيره، داخل على ضغط مباريات. الروتيشن كولر شغال تمام، ضغط عالي، روتيشن، بيحاول يوزن بين اللعيبه اللي عنده. جوده اللعيبه مش افضل حاجه، بس بيحاول ان هو يعمل اللي عليه ووصل اللعيبه قصاد المرمى. كل الدعم لكولر، مستنيين منه الاكتر والافضل. بس هو دوت كان الكلام عن بعد ماتش الاهلي شكله كويس، بيعوضنا عن السنه اللي فاتت واللي حصل فيها. كل الدعم لكولر، وان شاء الله اللي هو في مزيد من التقدم كده. وديت كانت حلقه كده اللي هو خفيفه بعد المباراه، اتكلمنا فيها عن ابرز الحاجات وبصوره مختصره. فلو انت وصلت لغايه هنا ما تنساش اللايك والسبسكرايب لو انت على اليوتيوب،
وهتلاقي تحت في الديسكريبشن لينك البيج على الفيسبوك، روح واعمل فولو هناك بعد اذنك يعني، لان هناك الدنيا بتبقى اسهل وبننزل حاجات على مدار اليوم على البيج هتعجبك وتشارك معانا وتتفاعل، وهناك باي حد بيكتب اي حاجه برد عليه وبنتكلم وبنتناقش في كل حاجه. بس كالعاده طبعا الف مبروك لجمهور الاهلي. وناخد بقى فاصل كده، احنا خدنا فاصل من كاس العالم، ناخد بقى فاصل من الدوري المصري ونرجع تاني بقى لكاس العالم ان شاء الله. اشوفكم بكره بعد المباراه بتاعه كرواتيا والارجنتين. اكتبوا لي تحت في الكومنتات توقعاتكم للمباراه، توقعاتكم لمباراه فرنسا والمغرب، وسلام.